بسم الله ما شاء الله. إطارات أفضل لقاط لمط الشمع، لمط السلك. لا نحتاج لا لتجبيده ولا شيء كما نرى السلك، يعني فقط اللقاط. بسم الله. هذا ليس مثل ذلك البلاستيك الصغير، لا، هذا لأنه قوة في المسك، كما نقول قوة في المسك. هذا لقاط صناعة حديدية. بسم الله ما شاء الله. الجميل عندما نقوم بجعل السلك بهذا التني لكي لا يقع الشمع، حتى لا يقع الشمع في الحرارة. هذا التني الذي يقوم فقط باختزال المسافة كما نشاهد، بمعنى شيء رائع. لو شاهدت معي بعض السلك يكون حتى جد يلعب، بمعنى مفتوح على الكامل. وهذا الفن يا أخي طيب. هذا مكسر سلكه، أقوم بتغيير له السلك. الآن نمر إلى وضع الشمع. الآن تلصيق الشمع. دائما تكلمنا عن إلصاق الشمع يكون من الأسفل. دائما تلصيق الشمع كما قلنا بالأسفل. لدينا مسمار كما يشاهد الجميع، مسمار نضع به هذا المقص لكي لا يلتصق مع المسمار الآخر. لدينا دائما مسمار نترك فيه العمل كما تشاهد. دائما إلصاق الشمع عندي يكون متكئ ليس نائم، لكي يبقى الشمع بقوة. الشمع دائما بالأسفل. دائما أستعمل هذا لكي يبقى لاصق في السلك من ناحية ونعمل من ناحية أخرى. دائما الإلصاق يكون بالأسفل الشمع، لا يكون بالأعلى. جعله واقف، الإطار واقف، الشمع لا يقع، يبقى مثبت. هذه طريقة وضع الشمع لدى المحترفين كما نقول، ليس لا للهواة ولا شيء. بهذه الطريقة لصقنا آلاف من الإطارات.
يدك فقط وتثبتها على الإطار يلصق الشمع كما نشاهد. الشمع لاصق بطريقة رائعة. هذا الالتواء في السلك، هذا الالتواء في السلك يساعد على عدم وقوع الشمع في الحرارة. ودائما نصحت وما زلت أنصح وأؤكد أن شمع الأساس يلصق بالأسفل. عندما نلصق آلاف الإطارات فقط هذه الزوائد التي نربحها في الأعلى في الأسفل، لأن هي الناس تترك الفراغ في الأسفل وأنا ألصق الإطار بالأسفل، نربح آلاف الإطارات. لأن مع مرور السنوات عندما يأتيك الإطار مختوم من الحطبة إلى الحطبة من الحطبة إلى الحطبة هذا شيء رائع. عندما يأتيك إطار بفراغات قم أنت بعملية حسابية. هذا يعرفه الناس، لكن كثير لا يحب كلمة الحق، لأن كلمة الحق لربما قالها جلالي البيضاوي. كل يوم للعمل. هذه إطارات الفرز، الأسابيع القادمة إن شاء الله دين الفرز. أنا أفرز بإطارات الشمع الأساس، لا أفرز بالممطوط، لا أفرز بالممطوط، لذلك سر ولذلك حكمة، لأني سأفرز بالشمع الأساس وآخذ العسل، سأضع شمع الأساس. إن قام النحل ببنائه ومطه وملئه من العسل مليون ألف مرحبا يا سيدي. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى إن شاء الله سنة خير، إن شاء الله سنة رزق، إن شاء الله سنة بركة للجميع. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شاركونا يا إخوان هذه المباشرات، شاركونا هذه الصفحة، شاركونا هذا الكم من المعلومات التي نقدمها والنصائح التي نقولها، لأن نحن إلا نحالون. كما أقول والله لم أعترف يوما لا بجورج لاينز ولا باللاسترونغ ولا بدادانت ولا بأي كان. اعترفت أن تربية النحل وحي من الله سبحانه وتعالى للنحل، لأن الناس أصبحت تؤمن فقط بأفكار دي ماريا وبأفكار جورج لاينز وبأفكار كذا، لكن الناس لم تعد تؤمن. وأوحى ربك إلى النحل. هذا هو المشكل الذي أصبح لدى الكثير في تربية النحل. لأن كما قلت في المباشر السابق أصبح جدهم الجوجل ورئيسهم المال. أصبح جد بعض فلاسفة النحل هو الجوجل، وكبيرهم هو لاسترونغ ودادانت وكذا وكذا، لكنهم نسوا كلام الله سبحانه وتعالى. قبل أن يعرف دادانت النحل خلق الله النحل وخلق العسل. بمعنى يجب دائما أن نفتخر بكتابنا وبما أعطانا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذه الطريقة التي يقوم بها دائما بوضع الشمع تأتيني جد سهلة كما تشاهد. إطارات لا تقع ولا تتكسر ولا أي شيء. اللهم اجعلها طريقة إن شاء الله لكل النحالين، واللهم اجعلنا خداما لكل نحال. نحبكم في الله، لكي لا يطيل علينا الفيديو ونصبح ثقيلون عليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شاركوني هذه الفيديوهات، جعل الله في ميزان حسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.